هو يعني من الحاجات اللي انت ذكرتها هو يعني بدايه ما قبل اللي انت قلته عن احمد زكي قاله محمد خان كانت في زوجة راجل مهم، انه في المشهد الرئيسي النهائي هو خد كلوز بايد بتضرب الجرس بتاعت الاب على الباب، وبعدين خد كلوز ده غريب جدا بالنسبه لاحمد زكي للجرس اللي هو متعلق فوق البيت، الجرس الكهربائي، فياخده فقال له دي لحظه ده اللي هيعمل الحاله. ده كان راي محمد خان مش الرياكشنات في الموقف. اخر حاجه بقى اللي الاستاذ قالها بتاعه انه هل هذا اسلوب يكون افضل اسلوب للسينما؟ لا، هو مش افضل اسلوب للسينما، والدليل على كده طبعا حاجات وجهات نظر، يعني انا بقول وجهه نظر والصحفيين بيقولوا وجهه نظر، لكن تعالوا نشوف النتيجه. الاستاذ احمد زكي كل اللي قاعدين هنا هيقولوا في الجمله اللي جايه دي. استاذ احمد زكي انت في جمل كتيره جدا في افلام مهمه جدا ما بتسمعهاش، انا اقول لكم السبب لان انا حضرت وانا مساعد مخرج. استاذ احمد زكي كان بيرفض يعيد الشوط لو مساعد لو مهندس الصوت قال له كان ايامها مفيش حاجه اسمها وايرلس، كان الجرافه يقول له صوت مش يقول له خلاص انا مثلت. كل واحد يعمل شغله ومش عارف ايه، فدي جزء من التقمص، هو ما كانش يعني الحكايه كده انا خلاص تقمصت. اتكلمنا عن هذا الموضوع وقلنا هذا الموضوع غير احترافي طبعا ما ينفعش ممثل يفرض الكلام ده يمشي في المسرح شويه. الكلام ده مفيش حاجه اسمها، ومفيش حاجه انا احدد ادائي، انا اللي شايفك انت مش شايف نفسك. احترامي طبعا طبعا لا. نص حوارات الاستاذ احمد زكي ضايعه في افلام كتيره لانه مش هنقدر نعمل دوبلاج للفيلم كله. ده كان بيخرج من الكادر يقول لك انا انت لازم تتشاف في الكادر، انت قاعد على المسرح مش ممكن يعني شيء. طبعا لو في هوليود ده ما حدش، لو كان في المسرح يمكن كان عدت شويه بس مش حاجه كده صعبه.